نهاركم سعيد. هو نوفي معاكم الدكتور كمال فريد إسحاق أستاذ اللغة القبطية في سلسلة دروس اللغة القبطية لغة مصر، ومعانا المهندس شريف عزت عريان. هو اللي تكرم وأخرج لنا هذه السلسلة من الدروس. الدروس دروس لغة قبطية، وزي ما قلنا اللغة القبطية لغة مصر، يعني اللغة القبطية لغتنا الحبيبة، لغتنا الجميلة، اللغة اللي نبعت من وجدان الشعب المصري، لأن كل شعب بيألف لغته نابعة من وجدانه، يختار الكلمات والأصوات اللي بتتفق معاه ومع ميوله والتركيبات اللغوية ويعمل لغته. للأسف اللغة الجميلة بتاعتنا ديت ما استمرتش كلغة حية بسبب ظروف خاصة. طيب هي اسمها اللغة القبطية، وبنقول اللغة إنها لغة مصر، يعني هي اللغة المصرية. طب إزاي؟ لأن العرب كانوا بيسموا المصريين القبط، فبالطبيعي اللغة المصرية تتسمى اللغة القبطية. اللغة المصرية عاشت معانا آلاف السنين، واتكتبت بعدة خطوط، وحصل فيها تطورات بسيطة. أول ما ابتدينا نكتبها كشعب كتبناها بحاجة اسمها كتابة الصور. يعني مثلا عايزين نكتب شمس، نرسم الشمس في تعبيرات بسيطة. عايزين نكتب فم، نرسم الفم. نكتب ايد، نرسم الايد. وبعدين ابتدى المصريين القدماء يستخدموا الرسوم ديت للتعبير عن بعض الأصوات. يعني مثلا الفم كان باللغة المصرية اسمه رو، فاستخدموه للتعبير عن حرف الر. وبالشكل ده كونوا لنفسهم أبجدية بتعبر عن جميع أصوات اللغة. وكانوا بعد ما يكتبوا الكلمة يحطوا رسمة تعبر عن هذا المعنى، بالإضافة للكتابة بالعلامات اللي بتعبر عن الأصوات. بنسميها إيديوجرام أو ديترميناتيف. الإيديوجرام رسمة بتعبر عن المعنى. مثلا عايز يقول شمس، يرسم شمس، تبقى دي الإيديوجرام. لما تترسم الشمس بعد كتابة كلمة شمس يبقى ديت المخصص اللي هو ديترميناتيف. كتبوا أول كتابة بالنقش الهيروغليفي، يعني النقش المقدس، وكانت على جدران المعابد. وده النقش اللي احنا بنشوفه لما نطلع سياحة واللي السياح بيشوفوه. وبعدين حبوا يبسطوا الكتابة ديت، فكتبوا بالنقش بالخط الهيراتيقي. الهيراتيقي يعني الكهنوتي. كلمة هيروغليفي وهيراتيقي دي كلمات يونانية، يعني تعبيرات سماها اليونانيين للكتابة المصرية. الخط الهيراتيقي ده أول ما كتبوا الكهنة، وكان أغلبه على أوراق البردي. وبعدين الشعب بسط الخط أكتر من كده وكتب بالخط الديموطيقي. ديموس يعني شعب، فالخط الشعبي. بعد كده المصريين لقوا ان اليونانيين بيكتبوا ب25 حرف، بينما المصريين بيكتبوا ب10,000 علامة. فاستعاروا الكتابة اليونانية، الحروف اليونانية، كتبوا بيها لغتهم. وبعدين لقوا ان في بعض أصوات اللغة المصرية مش ممكن نعبر عنها بواسطة الحروف اليوناني، فاستعاروا 7 حروف من الخط الديموطيقي، زودوها على الحروف اليونانية، وبكده اتكونت الأبجدية القبطية. الأبجدية القبطية
كاملة اللي جزء منها بحروف يوناني وجزء منها بحروف مستعارة من الديموطيقية كما يلي: ألفا فيتا غاما دلتا أي سو زيتا إيتا سيتا يوتا كابا لاولا مي ني إكسي أو بي رو سيما تاف إبسلون في كي بسي أوميجا شاي فاي خاي هوري جانجات شيماتي. السبعة الأخرانيين دول اللي اتاخدوا من الديموطيقية اللي هم شاي فاي خاي هوري جانجا تشيما تي. بعد ما العرب فتحوا مصر ابتدت اللغة العربية تحل محل اللغة القبطية لعوامل كثيرة، أهمها أن الشعب كان عايز يتعامل مع الحاكم، وكان حاكم في أغلب الأحيان حاكم قاسي، فلازم إحنا نعرف لغته عشان نقدر نتفاهم معه. وتحضرني هنا قصة أحد الأساقفة، كانوا الجنود العرب بيجرجروه وهو مش عارف يتفاهم معاهم، لا هو عارف لغتهم ولا هم عارفين لغته، فمش عارف يقول لهم انتوا عايزين ايه، انا ذنبي ايه، طب بشويش عليا. القصة دي طبعا كانت بتتكرر في كل انحاء البلاد وعبر مئات السنين. اضطرينا ان احنا نتعلم لغة العرب، وبعدين احد الولاة اللي هو عبد الله بن عبد الملك بن مروان في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان سنة 706 ميلادية، أمر بتعريب الدواوين، وإن الموظف اللي ما بيعرفش عربي يتفصل من وظيفته. اضطر المصريين إن هم يتعلموا اللغة العربية لهذا السبب الآخر. وبعد كده حصل اختلاط أكتر بين المصريين وبين العرب، لما العرب تم تسريحهم من الجيش واضطروا ينزلوا القرى ويشتغلوا بالأعمال ويختلطوا بالشعب المصري. جاء الحاكم بأمر الله حظر استخدام اللغة القبطية، ويقال إنه كان بيقطع ألسنة الناس اللي بتتكلم اللغة القبطية. القصة ديت يعني يمكن ما شفتهاش في مصادر تاريخية إسلامية، إنما جت في مخطوطات قبطية، وكلنا عارفين إن الحاكم بأمر الله كان حاكم مجنون، فالطبيعي إن اللي مش هينفذ تعليماته مش بس هيقطع لسانه، ممكن يقطع رقبته كمان. آخر حاجة بقى إن الأقباط طبعا كانوا محكومين وكانت ظروفهم صعبة، فلما كانت بتحصل مجاعات كانت مئات القرى القبطية بتضيع، وهي في الغالب المناطق اللي كانت محتفظة باللغة القبطية. الكنيسة القبطية كان ليها شرف وفخر انها حفظت لمصر لغتها القومية بحس قومي مش بحس ديني، لان الدين ملوش لغة، الواحد ممكن يصلي بأي لغة، انما الكنيسة لقت لغة مصر بتضيع، حفظت اللغة ما بين جدرانها وفي كتبها وفي صلواتها وفي ترانيمها، وفضلت محتفظة بيها لغاية أيام الأسرة العلوية. كانت أسرة عظيمة فيها تسامح، وابتدى الأقباط يزدهروا وابتدوا يهتموا بلغتهم من جديد، والأنبا كيرلس الرابع بالذات اهتم بيها. لسوء الحظ إن الأنبا كيرلس الرابع لما حب يضبط نطق اللغة القبطية كون لجنة، اللجنة لقت إن الحروف ديت حروف يوناني، شافت اليونانيين بينطقوا إزاي وقتها،
في الخمسينيات من القرن ال19، فغيروا النطق وخلوه بالطريقة بتاعت اليونانيين. ما خدوش بالهم ان اللغة تطورت في اليونان عبر 2000 سنة بشكل مغاير للتطور بتاعها في مصر عبر 2000 سنة ديت. وبعد كده جه أحد علماء اللغة القبطية وقال النطق ده اللي عملته اللجنة اللي أيام الأنبا كيرلس الرابع ده نطق غلط، وعمل دكتوراه واقترح العودة للنطق القديم. ومن وقتها حصلت مشكلة في نطق اللغة، ناس متحمسة للنطق القديم وناس متحمسة للنطق الحديث.